السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير الوقت اللي بتشوفونا فيه. النهارده كان عندنا بنوته زميله مستقبليه ان شاء الله، بنوته في معهد تمريض في سنه ثانيه. المشكله عندها ان هي سابت الاعوجاج، وبقى الاعوجاج كبير قوي قرب 90 درجه. لو بصينا على الاشعه هنا اهو هنلاقي ان الاعوجاج بتاعها كبير قوي، وقفص الصدر بتاعها كان مضغوط قوي، وده كان مؤثر على وظائف التنفس بصوره عنيفه. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحل لها المشكله دي. صور السي ار من جوه العمليات، لو بصينا كده على العمود الفقري المستقيم، الصوره بعد كده عمود فقري ماشي مستقيم، الفقرات كلها لفت، حصلت التبرال بودي روتيشن ممتاز، وبعد كده كمل تمام مستقيم، الكتاف مستقيمه، التي 1 تلت اللي هي الجزء الاخير في العمود الفقري المستقيم. الحمد لله عدت على خير، لكن هي كانت عمليه طبعا اصعب من الطبيعي علشان هي كانت كبيرة في السن، والعوجاج بقاله سنين. الحمد لله ربنا كرمنا، المشكلة اتحلت تماما. لكن برضو برجع أقول للناس النصيحة: نحل المشكلة وهي في أولها أحسن ما نعمل عملية كبيرة ونسبة المضاعفات تبقى أعلى فيها. الحمد لله ربنا كرمنا. ادعوا لها تقوم بالسلامة ويتم شفاها على خير. شكرا جزيلا.